السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية عريضة لكل مغربي ومغربية راسهم مرفوع الفوق. اليوم غنهضروا على الكرة بوحدها، حيت داكشي اللي داروه اللبؤات الأطلس هاد الأيام طلع الترند وعمل زلزال في مواقع التواصل. يا حبيبي يا مصري، إذا 10-0 دي مش مباراة كرة قدم، دي كانت حصة تدريبية الكروي. الإعلام المصري دابا جالس شاد راسو ومصدوم، ايوا بحال الا ضربهم الرادار ديال الضحك. هاد النتيجة تاريخية، كتعطي ميساج واضح للعالم. الكرة المغربية ما بقاتش كتلعب، ولات كتحكم وتفرض الوجود ديالها قاريا وعالميا. المصريين مساكن كانوا داخلين التيران ومأمنين باللي غيديروا معانا الماتش، ساعة لقاو راسهم في حمام مغربي سخون بلا كيس. 10 الأهداف تبارك الله، تبارك الله وصل على النبي، لدرجة أن الحارسة المصرية مسكينة ما بقاتش عارفة واش كتلعب الكرة ولا جالسة كتجمع البيض من الشبكة. الإعلام ديالهم دابا خرج كيقول يا لهوي يا خرابي إحنا تغسلنا. من حقكم تصدموا، حيت ملي كتوصل النوبة للبنات المغربيات الأحرار تما كتسالي الهضرة وكيبدا الفعل في التيران. هاد الفوز ماشي جفابور، هاد الاستمرار للسيطرة المغربية في العالم ديال الكرة طول وعرض. من بعد ما الأسود داروا التاريخ في المونديال، جاو اللبؤات، ودابا الكرة المغربية مسيطرة بجميع الأصناف. المغرب وصل لواحد المرحلة ديال الرعب الكروي، الكبار والصغار والإناث. تبارك الله على تمغربيت، المغربيات الحادقات والواعرات في الكوزينة ومرعبات ومسيطرات في التيرانات. ايوا دابا البولات ديال العين، المنافسين شاعلة وحاضينا، ولكن الموهبة والخدمة الصحيحة كطفي اي عين حارة. الماتشات ديال البنات هاد الايام فيهم واحد الحماس خطير، تما ما كاينش تمثيل الاصابات او تضييع الوقت، كاين غير وجد راسك واعطيني العصير، تناتي الكروي النقي والقتالية على الراية الوطنية حتى آخر دقيقة. السيطرة المغربية خلات كل شيء يضرب الأخماس في الأسداس، ولكن الواقع في التيران هو اللي كيهضر ويحكم. في الختام، برافو لبؤات الأطلس اللي ديما مشرفينا وفرحونا وهزوا الراية المغربية للفوق في هاد الصهد. الكرة المغربية دابا ولات ماركة مسجلة النجاح، اللهم كتر حسادنا. وكنقولوا لإخواننا في مصر معليش، القادم أفضل، ولكن قدام المغرب ديروا بحسابكم، راه الماكينة ما بقاتش كتعقل. وديما مغرب والراس ديما مرفوع، والسلام عليكم.